فقام الأعرابي سوى شيء صراحة صدم الجميع، ويعني سوى حركة حتى السنجاب انصدم. والأرض من كأس الكرام نصيبه. ايش قصة هذه القصيدة ومن اللي قال هذه القصيدة وبأي سبب؟ بس دقيقة، بما ان في شر ما لها علاقة بس يعني لازم. المهم نرجع لقصتنا. فهذا اللي نتكلم عنه اليوم في ايش السالفة يا الي. قبل لا نبدا لا تنسى لايك ومتابعة وبسم الله. في بداية قصتنا كان اعرابي جالس على مائدة احد من الامراء، فالاعرابي هذا كان يشرب، فيوم شرب سكب شوي من الشراب، فصار هذا الاعرابي في موقف محرج، فتفكروا فيه الناس. فقام الاعرابي سوى شيء صراحة صدم الجميع، ويعني سوى حركة حتى السنجاب انصدم. يعني ايه ترى عندي سنجاب يا جماعة الخير وطائر مظلي ما شاء الله، ولا سميته للحين ودلوعه مستحيل. ها بعدين بالمستقبل ان شاء الله بيطلع يشكر الرجال. المهم خلونا نرجع لقصتنا. فارتجل الاعرابي ببيتين ويقول في مطلعها: شربنا شرابا طيبا عند طيب، وكذلك شراب الطيبين يطيب، شربنا والقينا على الارض فضلة، والارض من كأس الكرام نصيبه. فقام الامير والسنجاب وابو سعود وابو يمسكون الماء ويسكبونه في الارض، والشراب ويسكبونه، لان هذه القصيده اللي قالها الاعرابي. والاعرابي هذا طلع نفسه من موقف كان يعني بيوديه 60 داهيه ورا الشمس، ما له دخل، بس يعني هو كذا يعني استرجل البيتين وقال. هذا هو سالفتنا اليوم، كانت بسيطه وخفيفه ولطيفه. وبس في الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ومع السلامه.